واحد معدي من على الباب لقى ناس قاعده تغني جوه وقاعده تعمل، فراح مخبط على الباب. الجاريه فتحت. نعم. قال لها صاحب هذه الدار سيد او عبد؟ صاحب البيت ده مملوك ولا حر؟ فقالت له سيد، بل هو سيد قومه. ده كمان نسبه عالي قوي بشر الحافي، بل هو سيد قومه. فقال نعم، لو كان عبدا لرعى حقوق العبوديه. راح واخد بعضه ومشي. فقال لا صحيح، لو كان عبد كان رعى حقوق العبوديه وخد بعضه ومشي. فسمع بشر. هو ده بقى موضع اللي انا بحكي لك الحكايه دي عشانه. هو سمع ازاي؟ تقدر تقول لي سمع ازاي؟ بعدين بقى ده عامل فرح جوه، ده فيه قصه على معاده تطبل وتغني وتعمل، يعني سمع الكلمتين دول ازاي؟ ربنا بلغهم في ودنه رحمه من ربك، او اداله ايه؟ اداله ارادات. مش ابن القيم بيقول ارادات وتصورات؟ اداله اراده اهو، خد عشان تتوب. واحد ماشي، طبعا بشر بن الحارث سمع كلمتين خدوا قلبه، مسك الجاريه قال لها وقال لك ايه؟ الراجل راح فين اللي كان بيكلمك؟ قالت له مشي كده. شكله ايه؟ شكله لابس كده. جري وراها وجري حافي من كتر لهفته على انه يلقاه. فلما لقاه قال انت من مررت على كذا؟ انت اللي عديت؟ قال له ايوه. قال كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. لو صاحب هذا الدار عبدا لعلم لله حق العبوديه. راح بشر معري خده وراح حطه على الارض وقال بل عبد والله بل عبد، وتاب. فقالوا يقول له طب البس جزمه، يقول لهم هذه حاله احبها هداني الله عليها. انا لما تبت كنت حافي، ما رضيش يلبس جزم، ما رضيش يلبس جزم بعد كده، عشان كده سمي بشر الايه؟ بشر الحافي.